نفسك تعملي حاجة حلوة سهلة وسريعة ما تاخدش منك وقت وتطلع معاكي ناجحة، تفطري بيها الصبح جنب كوباية الشاي او حتى على عشاء خفيف، او تحلي بيها في وسط النهار، مش هتفرق. اهم حاجة انك تعملي حاجة سهلة وسريعة ونتيجتها تطلع معاكي مضمونة. قبل ما ندخل نشوف الجمال ده احنا عملناه ازاي، هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا برحب بيكم جدا واهلا وسهلا باللي بيشوفونا لاول مرة. ان شاء الله كل وصفاتنا تعجبكم، وعلشان خاطر يوصل لكم كل وصفة هنعملها يا ريت تشتركي في القناة من كلمة اشتراك الحمراء وتفعلي زر الاشعارات الكل علشان يوصلك وصفاتنا اول باول. تعالوا بقى بينا على طول ندخل في الوصفة اللذيذة بتاعتنا دي، نشوف ايه المكونات بتاعتها وهنعملها ازاي. اول حاجة هنولع الفرن على اعلى درجة حرارة. بعد كده هتجيبي طبق هتضيفي فيه 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. تمام. ممكن كمان تعملها بعدد 2 بيضة بس، مش لازم التلاتة. خلاص، اهم حاجه كل المكونات تكون بدرجه حراره المطبخ علشان خاطر تاخدي نتيجه كويسه، ما عدا مكون واحد بس هنعرف ايه هو لما يجي وقت. اول ما ضفنا الثلاث بيضات معايا كوبايه سكر، واي نوع سكر متوفر عندك اعمليه. احنا دلوقتي مش هنفرق بقى سكر ابيض سكر اسود، اي حاجه موجوده في البيت استخدميها. ده سكر تومين عادي مفيش اي مشاكل، ضفت منه كوبايه. وكمان معايا يعني تقريبا كده نص معلقه صغيره من الفانيليا، مهمه جدا طبعا عشان خاطر ريحه الكيك. وكمان زفرت البيض. هقلب بقى البيض والسكر والفانيليا بالشكل ده. وكمان هنشتغل بالمضرب اليدوي زي ما انتم شايفين، يعني ولا خلاط بقى ولا مضرب كهربي، ولا هنعقد الدنيا خالص. الموجود عندك استخدميه على طول. هقلب بقى بالشكل ده يعني تقريبا كده 5 دقايق لحد ما السكر ينعم شويه، لان السكر اللي عندي هو خشن شويه. تمام. بعد كده معايا نص كوبايه زيت، وبرده اي زيت متوفر عندك استخدميه، اهم حاجه ان هو يكون زيت نضيف بس. هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. اهم حاجه ما ننساش نولع الفرن علشان خاطر على ما نجهز الوصفه بتاعتنا يكون الفرن سخن كويس قوي. خلاص حلو كده. كمان معايا معلقتين كبار من عصير الليمون. هبدا بقى ان انا اقلب. اهم حاجه تقلبي كويس في المرحله دي علشان خاطر الخليط يطلع معاكي مظبوط، وتاخدي برده كيك لونه فاتح من جوه. خلاص حلو قوي كده. معانا ايه تاني هنضيفه على المكونات اللي في الطبق؟ معايا كوبايه الا ربع من الزبادي. كوبايه الا ربع من الزبادي. وكمان هندي تقليب. اهم حاجه في المرحله دي كلها ان احنا نقلب كويس. خلاص. وبنفس الكوبايه اللي عايرنا بيها السكر والزيت والزبادي هعاير بيها الدقيق طبعا، ومعايا 3 كوبايات. اهم حاجه بقى ننخل. ومعايا معلقه كبيره من البيكنج باودر هضيفها مع الدقيق. وهننخل الدقيق بالشكل ده علشان خاطر ندخل كده اهو في الدقيق فالكيك بتاعنا يكون هش. خلاص، وادي الكوبايه التانية. وعلى طول نحط الكوبايه رقم 3. وبكده نكون ضفنا المكونات المظبوطه للوصفه بتاعتنا. واول طبعا ما تضيفي الدقيق مهم جدا انك ما تقلبيش كتير. بصي في مرحله المكونات السائله قلبي براحتك لحد ما تدخلي كل المكونات مع بعضها، لكن تضيفي الدقيق هتقلبي بقى ايه شويه صغيرين وبحرص كمان. ضفت رشه ملح. وهبدا بقى ان انا اقلب بالشكل ده كده. مجرد بس ما الدقيق يعني يختفي ويدخل في باقي المكونات خلاص كده. الخليط ما شاء الله زي ما انتم شايفين تقيل. انا مش عايزه خليط تقيل خالص. طب هنعمل ايه علشان خاطر الخليط يكون خفيف معانا؟ معايا كوبايه من الحليب المغلي. طبعا انا لما جربت الكيكه بالحليب المغلي لقيت ما شاء الله بيديني نتيجه حلوه قوي. الكيك بيكون طري وهش وممتاز جدا. انا استخدمت كوبايه الا ربع من الحليب المغلي، وهبدا ان انا اقلب بقى بالراحه بالشكل ده كده، بس لحد ما اللبن كده يدخل في العجينه. المقدار ده حلو قوي في صينيه مقاس 30. كمان لو عايزه الارتفاع اكتر من اللي هتشوفيه معانا استخدمي صينيه مقاس 28. لو عايزه اقل هتستخدمي صينيه مقاس 32. يعني معاكي 3 مقاسات، استخدمي الصينيه اللي انت تحبيها فيهم. هقلب بقى بالشكل ده كده. بصوا يا جماعه ما شاء الله القوام بقى يظبط معانا وبقى تحفه كريمي كده وحاجه. بصوا تحفه، شايفين الجمال؟ على طول بقى دلوقتي هنكون جاهزين ان احنا نضيف الخليط في الصينيه. اهم حاجه بس نلم من على الجوانب بالشكل ده. والصينيه انا دهنتها زيت وبطنتها بالدقيق علشان خاطر الكيك بتاعنا يخرج بكل سهوله. شوفوا بقى الجمال كده وهو بيتصب في الصينيه. ما شاء الله القوام كريمي وقوام مظبوط زي ما احنا عايزين بالظبط. يعني من الاخر هتجربيها ان شاء الله تخرج معاكي ناجحه. واللي يطبق الوصفه يا جماعه يبعت لي الصور بتاعتها على صفحه الفيس. ما شاء الله بتبسط اول ما بتجربوا وصفه وتطلع معاكم كويسه. ناخد بقى كل المكونات اللي في الطبق بالشكل ده كده. بصوا مش نسيب حاجه خالص. خلاص حلو قوي كده. نخبط بقى الصينيه بتاعتنا خبطتين على رخامه المطبخ بس نخرج الهواء الزايد علشان خاطر تكون مسام الكيك ضيقه.
تمام، حلو أوي كده. استني لسه في مكون هنضيفه قبل ما ندخّل الصينية الفرن. إيه المكون اللي أنتِ هتضيفيه قبل ما تدخّلي الصينية الفرن؟ المربى. اعملي بقى شوية كيكة بالمربى كده حاجة زي العسل. خلاص أنا هاضيف كده يعني تقريبًا 6 معالق كبار. ممكن تزوّدي المربى زي ما تحبي. أنا استخدمت مربى التين، أنتِ استخدمي أي نوع مربى أنتِ بتحبيها. خلاص شايفين أصلًا شكلها جميل إزاي مع الكيك؟ إحنا لسه ما حطيناهاش في الفرن وشكلها يفتح النِفس. ب بسكينة أو أي حاجة بس يعني رفيّعة، هابدأ بقى إن أنا أعمل يعني رايح جاي كده بالشكل ده، بالضبط، علشان خاطر المربى كمان تنزل كده جوّه الكيك. هنضبّط بقى حرارة الفرن على درجة 180 وهنحط الصينية على الشبكة في الرف اللي في النُص، ونحط بقى الكيكة نسيبها كده يعني تقريبًا 30 دقيقة. بعد 25 دقيقة افتحي على الكيك لو حسيتِ إن هو اتحمّر من الجوانب و ومن فوق الوش لسه أبيض ممكن تولّعي الشواية. تمام. ممكن لو الفرن بتاعِك كويس الكيك بيتحمّر من فوق ومن تحت في نفس الوقت، مش محتاجة إن أنتِ تولّعي الشواية، فأنتِ أدرى بقى بالفرن بتاعِك. إن شاء الله تعجبكم. خرجت معايا بعد 30 دقيقة بالضبط بشكل تحفة. شايفين بقى الجمال واللون بتاعها خطير إزاي؟ يعني بصراحة حاجة كده تفتح النِفس وريحتها قالبة البيت كلّه كده. بُصّي حاجة حلوة بجد جميلة وسهلة كمان. بُصّوا بقى أنا اختبرتها بالسكينة بالشكل ده علشان خاطر أشوفها مستوية تمامًا والّا إيه. السكينة خرجت معاكِ نضيفة يبقى تمام، مش محتاجة إن هي تقعد في الفرن أكتر من كده. هنقطّعها بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ونعمل جنبها كوباية شاي كده تعدل الدماغ، وهتكوني فطرتِ فطار سهل وبسيط كده، وكمان فرّحتِ الأولاد يعني بحاجة سهلة وسريعة. تعالي بقى أمّا أورّيكِ الجمال بتاعنا من جوّه عامل إزاي. بُص والله هي سخنة مولعة، المفروض نستنى تهدى شوية علشان خاطر ما يعني تطلع معانا متماسكة. بس أهم حاجة ما شاء الله زي ما أنتم شايفين من جوّه، لونها فاتح ودي أهم حاجة إحنا بندوّر عليها، وكمان هشة جدًا، جدًا وطرية وحاجة كده تفتح النِفس. كمان المربى كده يعني آخدة من قطعة الكيك شوية، فبصراحة لذيذة أوي. والحلا بتاعها مضبوط وحاجة جميلة جدًا. بُصّوا بقى الطراوة بتاعتها عاملة إزاي. أتمنى إن وصفاتنا تعجبكم يا جماعة، والأهم من ده كله لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وحطوا لي لايك. حكيم أنتم الفترة دي مقصّرين معايا بصراحة، يعني بُصّوا كده على المشاهدات اللي على القناة يرضيكم المشاهدات بتاعة الحلقات اللي فاتت، يعني رغم إن هي وصفات سهلة وبسيطة. طيب اللي يشوف الحلقة يعني يتفاعل عليها. حطّي لايك، اكتبي كومنت، حطّي وردة حتى يا ستي أنا راضية. بس أهم حاجة التفاعل هو اللي هيرفع القناة تاني يا جماعة. عارفة إن في قنوات كتير المشاهدات بتاعتها واقعة وده تحديث من اليوتيوب. بس مهما كان برضه تفاعل الجمهور عليها وتفاعل الناس اللي بتحبنا مع الوصفة بتاعتنا ده هيساعد إن القناة تقف على رجلها تاني وترفع. فما فيش واحدة ظريفة بقى تيجي تقول لي إيه أصل أنتِ ما ب أصل أنتم لمّا بتكبروا ما بتساعدوش الناس فعشان كده ربنا موقّع قناتكم. لأ أنتِ ما تعرفيش إيه بيني وبين ربنا وكل واحد يأرّخ زي ما هو عايز. كل اللي أنا باعمله إن أنا ثابتة على مبدئي بس مش أكتر.